شوف البال بتاع ده. شكرا جدا يا غالي. العفو يا باشا. الحساب 100 جنيه. ده العلاج صح؟ ايوه ماشي. لحظة بقى اجيب لك الفلوس. لا حول ولا قوة الا بالله. في شكلي نسيت المحفظة. انا بدور على العلاج ده من زمان اصلا يعني محتاجه لوالدتي. طب مطلوب دلوقتي يعني حضرتك معكش فلوس؟ انا معيش خلاص بقى، خده معلش ورجعه تاني. هو حضرتك والدتك محتاجاه يعني؟ بقول لك محتاجاه وبدور عليه اصلا بقالي اسبوعين ولا حاجة. طب بص انا ممكن اديهولك ادفع انا 100 جنيه خلاص مش مهم. هتدفع ال 100 جنيه من معاك؟ من مرتبي بقى انا هدفعني اللي من اليوميه انا النهارده. ليه يا عم انت راجل ارزاق على الله. لا ما يهمش طالما انت محتاجه ووالدتك محتاجاه. لا انا ما اقبلش بكده بصراحه. طب بص، انت مثلا معاك رقم فودافون كاش ابعت لك الفلوس عليه لما اروح؟ الرقم اللي احنا اتواصلنا بيه ده فيه فودافون كاش. في متاكد؟ بس عادي ما يعني عادي انا مش عايز. لا انا ما اقبلش بكده بصراحه، لازم ابعتهم لك. تمام اللي حضرتك شايفه بقى. ماشي يا غالي، متشكر جدا ليك والله. لا ولا السلام عليكم. دلوقتي يا جماعه انا بدل ما ابعت له 100 جنيه بعت له 1000 جنيه بالغلط، فاتصل عليه دلوقتي واشوف رد فعله ايه. يا ترى هيرجعهم ولا ياخدهم؟ الو، بقول لك يا غالي. اتفضل. انا اللي كنت خدت منك علاج ب 100 جنيه، فاكرني؟ ايوه اتفضل. افتكرت. تمام يا باشا، انا جيت احول لك ال 100 جنيه زي ما انت قلت على رقمك. أيوة. بدل ما ابعت لك 100 جنيه بعت لك 1000 جنيه بالغلط. هو انا لغايه دلوقتي ما وصلنيش رسائل، بس انا ممكن ارجع بقى اشوف. لا ما وصلكش رسائل ازاي؟ انت شوف دلوقتي انا بعت لك 1000 جنيه، شوف حالك. انا هشوف وارجع لك. طب يا باشا شوف. اشوف حاضر. ماشي. تمام وصلوا 1000 جنيه. تمام. تمام يا باشا، انا دلوقتي ليا كام؟ 900 جنيه. انت كتر خيرك، خد ال 100 بتوعك وانا هات لي ال 900 جنيه. خلاص تمام يا فندم ماشي. ابعتهم لك ازاي طيب؟ هو انا كنت باعت لك الفلوس، كنت باعتها لك من سنترال، فانا عاوز اقابلك. لو ينفع تقابلني في المكان اللي انا كنت جيت لك فيه قابلني. على دماغي اجيلك حاضر. ايه يا عم؟ ايه يا ابراهيم؟ فين ال 900 صح؟ ليا 900 انا كده. ماشي يا باشا. انت ليه ما خدتش الفلوس ورجعت جبتهم وكده؟ ما هو عشان انا ما بقبلش حاجه حرام. مش دي فلوسك؟ دي فلوسي. انت بعتها لي بالغلط؟ بعتها لك بالغلط. انا بس عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. احنا برنامج مسابقات وفي كاميرا هناك بتصورنا، بص كده هناك. برنامج اسمه الشقيان كسبان، عشان انت راجل شقيان على اكل عيشك، فاحنا حبينا ايه نختبرك. فلو حابب تشارك معانا هتكسب الفلوس دي. هسألك سؤال، لو جاوبت عليه هتكسب الفلوس دي. بص يا سيدي، النهارده ايه؟ الجمعه. لماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم؟ لان يوم بيتجمع فيه الناس. مبروك، سبت ال 900 جنيه اللي انت ما رضيتش تقبلهم. 900 جنيه؟ نسيت اصارحك بحاجة، بس الفلوس دي حرام. حرام؟ انا لسه سارقهم من شوية. يعني انت حرامي بقى؟ انت ما يشغلكش بقى، انت بقى خدت الفلوس خلاص، الف مبروك عليك. زي انا ما بقبلش حاجه حرام. وقفل خلاص يا عم يا انت باشا. بقى التصوير ده. خلاص يا باشا، هات الفلوس، ما بتقبلش حاجة حرام، هات الفلوس. انا اصلا سارق فلوس كتير بقى. لا انت حرامي بقى. غيرك اولى بيها. انا مش هسيبك. مش هتسيبني ازاي؟ زي ما بقول لك كده. مش هتسيبني ازاي؟ بس اوعى بس كده. في ايه؟ في ايه بس؟ ايه يابا؟ انت حرامي. ايه ده بس؟ حرامي في ايه يا عم؟ انت حراميه شكلكم. لا حرامية ايه يا عم؟ انت حرامي. امال انت بقول لك برنامج يا عم. برنامج ايه؟ برنامج مسابقات. انت بتقول لي سارق فلوس. اقفل بقى البتاع ده. اقفل ايه؟ اقفل البتاع ده بقى، ما عدتش تصور حاجه. يا عم ايه المشكلة اما يصور؟ لا يا عم انت حراميه، اوعى بس ايدك اقول لك كده. حاجة يا باشا، انا مش سارق حاجة والله. ده برنامج انا كنت بختبرك لتاني مرة. تختبروا ايه بس وبتاع ايه يا عم؟ يا عم معلش انا اسف. الفلوس ده حلال عليك بجد. انا عمري ما سرقت جنيه. الحمد لله، يعني ربنا يغنينا بالحلال وانت راجل شقيان. يعني الفلوس ده حلال ولا مش حلال؟ حلال 100% قدام الناس بتتفرج علينا وعارفاني. يعني انت ممكن تدخل على الصفحة بتاعتنا برنامج بتوع الشارع وتشوف الاختبارات اللي احنا بنعملها. موافق ان الفيديو ده يتذاع؟ زي ماشي.